صباح الخير. جايين النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو استهلاك البنزين. طبعا زي ما احنا شايفين اسعار البنزين بتزيد كل 3 شهور طبقا لاسعار البنزين العالميه. فجاي النهارده اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، ويعني تقريبا شاغل ناس كتير: ازاي اقلل استهلاك البنزين في عربيتي. هقول لكم شويه نصايح النهارده لو عملتها فعلا هتلاحظ ان في تغيير حصل في استهلاك البنزين وقل بنسبه كبيره. في الاول اطلب منكم لايك وشير واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد. يلا بينا. اول نقطه هنبدا بيها النهارده هي اختيارك للعربيه من الاساس. بمعنى ان لو احتياجاتك للعربيه انها تكون اقتصاديه في البنزين، فاكيد مش هتروح تجيب عربيه 6 سلندر 3000 سي او 2000 سي سي او المواتير الكبيره دي. اكيد هتبقى بتستهلك بنزين اكتر. فهيكون احتياجك ما بين 1300 سي سي لل 1600 سي سي. دي اول نقطه لازم نركز عليها. تمام، اخترنا العربيه وجبنا عربيه مناسبه 1300 او 1600. النصايح اللي بعد كده، لو قلنا انك ظبط الكاوتش هيأثر معاك في استهلاك البنزين، دي فعلا معلومة أكيدة. يعني لو الكاوتش مثلا المفروض يتظبط على 30 أو 32 وحضرتك ماشي بيه على 25، ده بيخلي العربية ماشية على الأسفلت بطريقة مش طبيعية، وبالتالي هيكون استهلاك البنزين معاك أعلى من المعتاد. فدي أول نقطة هنأكد عليها، وهي اتاكد ان الكاوتش بتاعك مظبوط على حسب القايم مكتوب عليه تظبطه على كام. في عربيات تظبط على 30، في عربيات تظبط على 32، في عربيات على 33 او اكتر من كده. فاظبط دايما الكاوتش بتاعك مره كل شهر على الاقل. دي اول نقطه. تاني نقطه هنتكلم عليها هي الصيانات الدوريه، والنقطه دي مهمه جدا، لان طول ما الصيانات الدوريه للعربيه انت بتعملها بانتظام ما بين الزيت والفلتر وفلتر الهواء، وده مهم جدا جدا، لان لو العربيه مكتومه هتبذل الموتور، هيبذل مجهود اكبر عشان يطلع الطاقه اللي انت محتاجها للحركه. البوجيهات ممكن تتغير من 15 ل 30 الف كيلو حسب نوع البوجيه طبعا، وحسب لما بتكشف عليه نسبه الاحتراق او حالته عامله ازاي. طول ما انت معتني بالصيانه الدوريه بتاعتك، فانت استهلاك البنزين بتاعك هيكون في النورمال، في الطبيعي بتاع الموتور. النقطه اللي بعد كده وهتبقى مهمه جدا معانا هي الار بي ام. انت بتخلي الموتور ينقل على ار بي ام كام؟ الار بي ام اللي هو معدل الدوران بير مينت. فلو انت بتدوس بنزين وتخلي الموتور ينقل على 3 او 4، فانت كده اوريدي سواقتك اجريسيف، انت كده بتسوق بطريقه سبورتي شويه، فبالتالي مش هيكون العربيه اقتصاديه في البنزين على الوضع القياده ده. فلازم دايما تكون مريح الموتور، يعني لما بتدوس بنزين يبقى العربيه بتنقل على 1.5 2 ماكسيمم عشان يكون استهلاك البنزين في الطبيعي. النقطه اللي بعد كده طبعا التكييف. لما بتشغل التكييف اوتوماتيكلي هتلاقي ان الار بي ام ده عالي معاك شويه، فبالتالي لما بنمشي بالعربيه بيكون استهلاك البنزين مع التكييف اعلى من المعتاد. فلو انت مش محتاج التكييف، احنا داخلين دلوقتي على الشتاء، فلو مش محتاج التكييف قلل استهلاك التكييف. نقطه تانية مهمه جدا جدا جدا، بنلاحظ طبعا ان في السفر او في المسافات الطريقه او في الهاي ويز عامه استهلاك البنزين بيكون اقل من استهلاك البنزين داخل المدينه، وده عشان العربيه الموتور ما بيقعدش ينقل غيارات ويطلع من التاني للتالت ومن الرابع للتالت، والعربيه بتمشي ستريت فبتبقى واخده سرعتها والار بي ام ثابت كل حاجه. انصحك بنصيحه مهمه جدا انا مجربها كتير: طول ما انت عندك مثبت سرعه في العربيه كاوبشن، استخدمه على طريق السفر، استخدمه على الدائري. لو مش عندك وممكن اضافته في العربيه، يا ريت تستخدمه. النقطه دي مهمه جدا جدا وهتفرق معاك بشكل ملحوظ في استهلاك البنزين. يعني لو السرعه على الدائري مثلا 80 او 90، هتثبت السرعه على 80 او 90 وهتلاحظ فعلا ان انت مستريح اولا في السواقه. تاني حاجه استهلاك البنزين قل بشكل ملحوظ. فلو العربيه فيها مثبت سرعه استخدمه ضروري، ولو ما فيهاش وابليكابل انها يركب فيها مثبت سرعه، يا ريت تزود الاوبشن ده في عربيتك. النقطه اللي بعد كده وهي نقطه بسيطه جدا بس بتاثر جدا: لو شنطه عربيتك مليانه حاجات ملهاش لازمه، انصحك تفضي شنطه العربيه،
لان لو العربيه مثلا وزنها طن 300 او طن 400 او طن 200، يعني وات ايفر وزن العربيه كام، وانت زودت حموله في الشنطه، فالموتور بيبذل جهد اكبر عشان يحرك العربيه. صدقني لو العربيه، لو الشنطه فيها 20 كيلو او 30 كيلو انت مش محتاجهم، تخلص منهم وهتلاحظ اختلاف في استهلاك البنزين. النقطه اللي بعد كده، في عربيات بيبقى فيها نظام الايكو، الايكونومي. الايكو ده بيوفر شويه في البنزين، فلو هو مش اكتف عندك في العربيه يا ريت تفعله. ده بيكون موجود في مؤشر في التابلو، هيظهر عندكم دلوقتي، بيكتب ايكو. ايكو دي يعني بيبقى اقتصادي شويه في البنزين، بينقل الغيارات بطريقه مختلفه شويه. لو هو مطفي بينقل اقرب شويه الار بي ام، فهيوفر معاك في البنزين. في عربيات تانية بيكون فيها المود في الفتيس، بمعنى ان حضرتك ممكن تختار ان انت تسوق على الوضع السبورت او الكومفورت او الايكونومي. دايما اختار الايكونومي، ولما تكون عايز تجري او نلعب شويه بالعربيه بسهوله جدا هتحولها على السبورت، وبعد ما تخلص رجعها تاني للايكونومي. دي كده سريعا النقط اللي لو عملتها او خدت بالك منها، من اول الصيانه لظبط الهواء بتاع الكاوتش، للمثبت السرعه لو موجود عندك، للايكونومي، لوضع القياده نفسه ودوستك على البنزين. كل النقط دي صدقني لو طبقتها هتلاحظ استهلاك البنزين قل شويه. انت اولى بفلوس البنزين. لو الفيديو عجبك رجاء تعمل له لايك وشير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد من الناس، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصل لك دايما كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.